الله وبركاته. يا أعزائي، انتبهوا لمشترياتكم. هذا سبحان الله البارح ليش دخلت على حسابي وشيكت على مشترياتي ما أدري، الله ألهمني سبحانه وتعالى. أناظر مبلغ 423 ريال ونص يوم الخميس. أتذكر وشريت ما شريت شيء بهالمبلغ. أراجع نفسي، يمكن الواحد ما في. أبحث بنت حولي نايف ماركت ما في إلا محلات ورش بعيدة. وين راح المبلغ ده؟ من اللي سحبوه؟ ما في. البقالة هذه مهي بس معروفة عندنا، ما عندنا نايف بقالة نايف بالحي. أراجع نفسي، أحلل وش الأمر ده، ما لقيت شيء إلا أنه جاني شك سبحان الله. بقالة عندنا هي اللي رحت لما يعني بهالأيام دي الأسبوع ده كله هي الوحيدة اللي مريت عليها وأخذت منها أغراض. شغلت سيارتي ومشيت، دخلت البقالة أخذت أغراض تقريبا 7 ريال 6 ريال. جيت للكاشير، السلام عليكم. وعليكم السلام. وأعطيها تطلع الفاتورة نايف ماركت. والغريب بالأمر، ولاحظوا هذا الملاحظة، البقالة اسمه يختلف 180 درجة عن اسم الجهاز اللي سحب مني الفلوس اللي هو نايف ماركت. قلت له يا حبيبي، قال نعم. قلت أنا ترى ما جيت شريت هذولي محتاج، لكن الأمر يوم الخميس شريت منك أغراض ب23 ريال وسحب مني ب423 ريال. قال صادق ما أدري إيش. قلت نعم، وافتح حسابي بالبنك ووريه إياه. قلت هذا المبلغ. قسم أبشر والله يطلع الفلوس يعطيني إياه 400 ريال. الشاهد إنه انتبهوا من مشترياتكم، ولا مو بلازم إنك تناظر الجهاز، لا، أول ما تجيك الرسالة ناظرة نفس المبلغ ولا لا، وإن شاء الله أنه صادق. لكن الواحد ينتبه. انتبهوا لمشترياتكم خاصة من المحلات هذه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.